اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. تحياتي لكم جميعا. اليوم بيني وبينكم كلام عن أحمد فتحي، وهو أحد الفنانين الشباب اللي اشتهروا بخفة دمه. هو وصل لل50 ويمكن تعداه بسنتين ثلاثة، ولكن احنا بنقول برضو على السن ده شباب. والفنان أحمد فتحي ترك بصمة واضحة في السينما المصرية رغم ظهوره المتأخر، وهو الفنان الكوميدي أحمد فتحي اللي هنتعرف على المآسي اللي مر بيها في حياته والمحطات اللي خاضها حتى وصل إلى عالم الفن. أحمد فتحي من مواليد عام 1978 في محافظة الجيزة، تحديدا في منطقة إمبابة، ونشأ في أسرة متوسطة الحال. بعد حصوله على الثانوية العامة بمجموع بسيط التحق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق. خلال دراسته في المعهد بدأ يندمج مع فريق التمثيل الخاص به، وشارك في مسابقات بين الجامعة والمعاهد. في إحدى الحفلات الكبرى اللي أقيمت للتصفيات بين الجامعات حضر والده وشاهد موهبته على المسرح، ولاحظ إعجاب الجماهير بأدائه. عندها بس أدرك الأب إن ابنه يمتلك موهبة حقيقية، وشجعه على دراسة التمثيل بشكل أكاديمي علشان يصبح مميز عن غيره. سنة 96 بدأ أحمد فتحي يفكر جديا في التمثيل وأحبه بشدة، رغم إنه ما كانش يتخيل يوم من الأيام إنه هيصبح ممثل معروف. وبعد تخرجه من معهد السياحة والفنادق سنة 97 قرر إنه يكمل تعليمه في جامعة حلوان، والتحق بكلية الآداب قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج. هناك انضم لفريق التمثيل في الجامعة وبدأ ينافس جامعات أخرى، واستطاع إنه يلفت الأنظار بموهبته المميزة. وما كانش التمثيل مجرد دراسة بالنسبة ليه، بل كان مدرسة حقيقية لصقل مهاراته. شارك في العديد من المسرحيات الجماعية ومسرحيات فرق الهواة والمسارح الحكومية. من خلال مشاركاته المسرحية اتعرف على عدد من المخرجين اللي بدأوا في ترشيحه لأدوار صغيرة في التلفزيون والسينما. زي غيره من الفنانين بدأ بأدوار بسيطة. ظهر لأول مرة سنة 2000 في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني، وبعد كده قدم دور صغير في مسلسل فارس العرب سنة 2002. وشارك في عدة أفلام بأدوار صغيرة لم تحقق ليه أي شهرة كبيرة، ورغم إنه ما كانش معروف لدى الجماهير في الفترة دي، إلا إنه ما فقدش الأمل، وكان بيرى إن المشوار يبدأ بخطوة صغيرة حتى يصل للنجاح. سنة 2003 قرر أحمد فتحي الزواج من فتاة تعرف عليها عن طريق أخت صديقه. كانت العلاقة بينهم مليئة بالود والمحبة، وتقدم لخطبتها رغم ظروفه المادية غير المستقرة. تم الزواج رغم الصعوبات، وكان يعتقد إن الأمور هتتحسن ماديا بعد الزواج، لكن العكس حصل، وازدادت المسؤوليات وواجه أزمات مالية صعبة جدا. بعد سنتين من الجواز الأحوال المادية استاءت بأحمد فتحي جدا بشكل كبير، وأصبح يشعر بعبء المسؤولية، لكنه ما كانش بيحب طلب المساعدة من أي حد. ومع قلة فرص العمل في التمثيل اضطر للسفر لإحدى الدول العربية علشان يدور على فرصة أفضل، لكنه لم يوفق، واضطر للعمل في بيع الهواتف داخل محل صغير وأحيانا في الأسواق التجارية. اتحمل الديون قبل سفره، وكان مديون بحوالي 16,000 جنيه لأصدقائه، وعاش فترة صعبة في الغربة شعر فيها بالإحباط والبكاء من شدة الضيق. بعد 11 شهر من المعاناة سمع أغنية مشوار طويل لفرقة واما، واللي كانت بمثابة نقطة تحول ليه، وقرر العودة لمصر ومواصلة حلمه.
قبل عودته اتحدث مع زوجته وطلب منها إن هي تختار بين البقاء معاه في الظروف الصعبة اللي هو فيها أو الانفصال، لكنها اختارت إن هي تقعد معاه وما تسيبوش، وده اداه دفعة معنوية كبيرة جدا. رغم صبر زوجته معاه وتحملها للصعوبات المالية، إلا إن أحمد فتحي كمان واجه أزمة أخرى على المستوى الشخصي، حيث أنه لم يرزق بأي أطفال. حرمانه من الخلف كان واحدة من المحن الكبرى في حياته. كان بيحلم بأنه يكون أب، لكن القدر لم يشأ سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن يعطيه الخلف. ورغم هذا استمر في حياته المهنية وفضل متمسك بالأمل ومؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب. فعلا كل شيء بيحدث لسبب. بعد ما رجع مصر انضم للفرق المسرحية اللي كان بيشتغل معاها الأول. بدأ يحصل على أدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وفضل يكافح حتى جات له انطلاقة حقيقية بقى سنة 2012 من خلال فيلم اسمه بنات العم. قدم دور لفت الأنظار إليه، ثم شارك بعد كده في أفلام ناجحة زي الحرب العالمية الثالثة، كابتن مصر مع محمد إمام، حملة فريزر، جحيم في الهند، الكويسين. ونجح في التلفزيون من خلال أعمال مميزة مثل مسلسل اللعبة وريح المدام، ليصبح من أبرز نجوم الكوميديا في مصر. قصة كفاح أحمد فتحي بتثبت إن النجاح لا يأتي بسهولة، بل بيحتاج إلى صبر وإصرار من شاب بسيط يعاني في بداية المشوار إلى نجم كوميدي محبوب استطاع أن يحفر اسمه في عالم الفن بموهبته، وأصر إن هو يعمل حاجة ولا يزال لديه كثير ليقدمه للجماهير. وهنا بنقول برافو أحمد فتحي على قصة الكفاح، وبنواجه تحية لزوجته السيدة الجميلة اللي أصرت إن هي تدعم زوجها رغم الظروف اللي مر بيها. بحيي حضراتكم وشكرا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر قريبا. تحياتي.